دي جي ميرو. انت هات لنا تمر ورقصوص يا سيد من عند طارق الصعيدي اللي على اول الشارع. بابا انا لسه صاحي. حاضر يا بابا، شويه وانت. لا يا حبيبي دلوقتي في ضيوف جايه لنا. مين يا حبيبي؟ مين يا بابا جاي؟ انت عارف ان النهارده خلاص بقى 8 رمضان، عشان كده يا ابني انا كلمت كل قرايبنا، انا كلمت خالتك وعماتك وخلانك وولادهم. الدنيا بقت غاليه يا حبيبي، الدنيا بقت مولعه نار في 2023 دي، غالبا كده هتبقى اخر عزومه في حياتنا. انا قلت بقى نكلمهم علشان نقعد بقى ونفرفش وننعنش كده ونقضي يوم جميل ونتفرج على المسلسلات ونتفرج على رامز ونتفرج على جعفر العمدة وكل المسلسلات اللي احنا بنحبها، وطبعا اهمهم الكبير. نفرفش ونعنش؟ ما انت اكيد انت هتقعد سلطان وهتشغلني انا العبد النهارده. طب يلا بقى قرايبنا زمانهم جايين. كل سنة وانت طيبة يا صباح، ورمضان كريم عليكي. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، رمضان كريم عليكم يا رب. كانش ليه لزوم والله، تعبت نفسيكوا. ولا سيد، تعالى سلم على محمد ابن خالتك. ابن خالتي مين يا بابا؟ انا اول مره اشوفه. يبقى ابن عمة ام صباح، بنت خالة ام سناء، يبقى بنت. ما خلاص يا بابا، المهم ان هو قريبنا. ازيك يا خالو، عامل ايه؟ نزل ايدك يلا، ما بحبكش يلا بشكل معفن، انت مش يلا من هنا. ما عرفوش وبيقول لي يا خالو. ازيك يا حماده، صايم ولا زي كل سنه؟ لا زي كل سنة. على ابودا ام سؤال ما بتغيرش. انت رحت فين؟ اجيب يا اسطى باسورد والهاي فاي ولا لازم اشرب حاجة؟ كده سيد انزل هات لنا عيش. حاضر يا بابا. سيد انزل هات لنا 7 وبيبسي. حاضر يا بابا. وانا كل ما اجي ينزلنا اجيب حاجه تانية ليه؟ يا سيد. نعم يا بابا. بس خلصوا فطار، مش هتجيب لهم بقى الحلو ولا ايه؟ ازاي؟ لازم نجيب لهم الحلو طبعا.